اهلا بيكم في قناه انا وطفلي. لو ابنك داخل على 3 سنين يبقى لازم تعرفي ايه هي المهارات اللي لازم كل طفل يتعلمها من بدري جدا، لانها بتفرق في شخصيته وتفكيره وطريقه تعامله مع الناس طول عمره. خليكي معايا لاخر الفيديو لان هشرح لك بالتفصيل ايه هي اهم المهارات اللي لازم ابنك يكون يتعلمها في السن ده، وازاي تعلمها له بطريقه بسيطه في البيت. اولا، ايه هي المهارات اللي لازم الطفل يكتسبها من سن 2 ل3 سنين؟ اول حاجه الاعتماد على النفس. في السن ده لازم الطفل يبدا يعتمد على نفسه في حاجات بسيطه، زي ان هو يلبس او يقلع هدومه بمساعده، او يحاول ياكل نفسه حتى لو بيوقع، او يجيب لعبه او حاجته لو طلبتيها منه. ونصيحه مهمه جدا، ما تساعدهوش على طول، سيبيه يجرب ويتلخبط، الغلطه هنا جزء من التعليم. تاني مهاره المفروض يكون مكتسبها وهي التعبير عن مشاعره. لازم يعرف يقول انا زعلان وانا فرحان او انا خايف، حتى لو بطريقته، مش لازم الجمله تبقى كامله. ولما تلاقيه بيعيط ما تقوليش ما تعيط، حاول تخليه يتكلم على اللي مزعله، ده بيخليه يربط بين مشاعره والكلام. تالت مهاره معانا وهي اللعب الرمزي التخيلي، زي انه يخلي العربيه بتحارب او يكلم الدبدوب كانه صاحبه. ده مش هزار، ده دليل ان خياله سليم وبيتعلم التفكير الرمزي. في الوقت ده وفري له لعب زي المطبخ الصغير او ادوات الدكتور او العرايس، وسيبيه يتخيل براحته. رابع حاجه معانا وهي اتباع التعليمات البسيطه، يعني لما تقولي له هات الجزمه من عند الباب او ارمي اللعبه دي في السله، لازم يبدا يفهم ويستجيب. ومهم جدا انك تبداي تعليمات من خطوه واحده وبعد شويه زودي، ولو نفذ اشكريه او احضنيه علشان يحس بالانجاز. خامس حاجه وهي التفاعل مع اطفال تانيين. مش لازم يكون اجتماعي جدا، بس على الاقل يلعب جنب طفل تاني من غير ما يضربه، او يشارك شويه في الالعاب، او يبدا يقلد الاطفال اللي حواليه. ومهم جدا انك تاخديه لاماكن زي النادي او الحضانه او حتى جنينه فيها اطفال، وسيبيه يجرب ويتعامل حتى لو اتخانق شويه في الاول. سادس حاجه معانا وهي السيطره على جزء من مشاعره، يعني بدل ما يصرخ ويعيط على طول يبدا يهدى شويه او يطلب اللي هو عايزه بالكلام. وفي الوقت ده علميه كل ما يحتاج حاجه ان هو يندهلك ويقول اللي هو عايزه، ودايما كرري معاه الكلمه وشجعيه اول ما ينطقها. سابع حاجه معانا وهي التقليد. طفل السن ده بيتعلم التقليد اكتر من اي طريقه تانية، هيقلدك في طريقه الاكل او الغسيل او الكلام وحتى العصبيه. ومهم جدا في الوقت ده انك تبقي قدوه ليه، ولو عايز يتكلم بهدوء اتكلمي انت كمان بهدوء، ولو عايزاه يرتب حاجه لازم يشوفك انت الاول بترتبي. تامن مهاره معانا وهي تنميه المهارات الحركيه، زي ان هو يمسك معلقه صح او يرسم خطوط بسيطه او يبني برج بالمكعبات. وفي الوقت ده حاول تزودي له العاب زي المكعبات والصلصال وتلوين بالاصابع. تاسع مهاره معانا وهي اللغه والتواصل. لازم يكون بيقول على الاقل 50 كلمه ويبدا يركب جمل بسيطه، وعشان كده مهم جدا انك تكلميه طول اليوم حتى لو مش بيرد، واستخدمي كتب فيها صور واحكي له قصص قصيره يوميا. عاشر حاجه الروتين والاستقلال. في السن ده الطفل محتاج يحس ان في نظام ثابت في البيت، يعني يعرف ان بعد اللعب في نوم او بعد الاكل في غسيل الايد. كمان في جزء عملي مطلوب منك انك تعمليه. خلي دايما التعليم لعب، يعني الطفل ما بيحبش التلقين، العبوا لعبه مين هيحط لعبه اسرع. وكمان اعملي روتين ثابت وخليه يعرف ايه اللي هيحصل بعد كده، ده بيطمنه. واستخدمي دايما التعزيز الايجابي، يعني لما يعمل حاجه كويسه قولي له انا فخوره بيك، واعملي احتفال صغير كده على قد. وفي النهايه طفلك مش محتاج يبقى عبقري ولا يتكلم بطلاقه، هو بس محتاج دعمك وصبرك وروتين بسيط. كل مهاره بيتعلمها دلوقتي هتفرق معاه لباقي عمره. خليكي معاه خطوه بخطوه وهتشوفي الفرق. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير عشان توصل المعلومه لامهات تانية، وسيبلنا في التعليقات ايه اكتر مهاره ابنك محتاج يتعلمها الفتره دي. واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.